أيضا النصيحة اللواء طيار محمد زكي عكاشة الخبير العسكري كنت منضما إلينا. أبدأ حواري الآن معك أستاذ محمود، ربما أنت خبير بالشأن العراقي وعاصرت ما مر به العراق. سؤالي يتكرر مرة أخرى، 9 سنوات حريص على عدم جاهزية الجيش العراقي حتى بعد خروجه. نظرة سريعة. أولا الهدف الأمريكي من احتلال العراق كان هو التدمير، وبالفعل تم ذلك. أول قرار اتخذه الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر هو حل الجيش العراقي وحل كل المؤسسات التابعة له بما فيها هيئة التصنيع العسكري وما إلى ذلك. معنى ذلك هو إنهاء حقبة مهمة امتدت منذ العام 1921 حتى العام 2003 خاصة بالجيش العراقي، وإحداث فجوة هي الفترة الممتدة من 2003 حتى الآن بين الجيش العراقي الذي كان جيشا وطنيا له عقيدة عسكرية، له آليات، مسلح بأحدث الأسلحة، وبين ما سوف يتم تشكيله خلال الفترة التي تلت الاحتلال. هذا أمر أول. الأمر الثاني هو إضعاف هذا المكون المهم في تاريخ الشعب العراقي وهو الجيش بأمور كثيرة. أولها تعدد الولاءات للجيش العسكري، ثانيها ضعف التسليح، ثالثها ضعف التدريب، وبالتالي تفريغ الجيش من مضمونه حتى لا يمثل أي قوة حتى لحماية الداخل العراقي. وكان هذا الهدف استراتيجيا بالنسبة للاحتلال الأمريكي، وتم تنفيذه من أكثر الأهداف التي تم تنفيذها بمنتهى الدقة والوضوح. وساهمت القوات الأمريكية المحتلة يعني جعل الجيش العراقي الجديد حتى محلك سر، لا تدريب، لا تسليح، لا اهتمام من أي نوع. وحتى إن كان سيكون هناك تدريب، سنتحدث عن هذه النقطة لاحقا، هناك خفايا بمسألة التدريب، بمسألة الخبراء العسكريين. الأسلحة نفسها هناك شكوك تثير العديد من التساؤلات حول صفقات حتى الأسلحة. بالتأكيد لا أحد يريد للجيش العراقي أن يعود قويا كما كان. يعني هل نقول بأن الجيش العراقي كان مميزا على أرض الواقع العراقي، وكل الإخفاقات التي أصابت الجيش العراقي هي بسبب إقحامه في السياسة؟ لا، هو الجيش العراقي من الجيوش المقحمة في السياسة منذ نشأته، وهذا من الأمور التي نريد أن يتخلى عنها الجيش العراقي. الجيش العراقي غير عقيدته العسكرية، لم يعد جيشا هجوميا وإنما جيش يهتم بالدفاع عن مصلحة الوطن. ولكن هناك مشكلة هامة ربما لا يدير لها بعض الناس أو الكثير من الناس بالا، هو تداخل بين مهام الجيش العراقي والشرطة العراقية يعني العملية تشبه الفوضى، يعني لا حدود فاصلة بين اختصاصات هذا وذاك. قيادة عمليات مثلا هي مختصة بشؤون داخلية. الجيش ليس مهمته الداخل، الجيش مهمته الحفاظ على الحدود، الحفاظ على الأمن القومي وما إلى ذلك، ليس مهمته مطاردة. وربما هذه إشكالية، يعني البعض يقول بأن الجيش بعد 9 سنوات من الاحتلال أصبحت لديه القدرة التي تخوله للدفاع عن الوضع أو يقابل أي تهديدات داخلية، لكنه لم تخوله لأن يقابل أي تهديدات خارجية. على ذلك لم يدرب ولم يسلح. منظومته الدفاعية ومنظومته التسليحية ومنظومته التدريبية قاصرة في هذا الصدد، لا يستطيع حماية حدود بلده بالشكل الكافي. وها نحن نرى الاختراقات من كل دول الجوار للعراق بسبب عدم وجود جيش عراقي يخاف منه. سماء العراق ليست تحت حماية الجيش العراقي، ليس هناك أي غطاء جوي الآن وسهل الاختراق. لا يوجد. وبالتالي يجب أن تعاد الآن تخلصوا من الاحتلال الأمريكي ولو على المستوى الشكلي. ومن هذا المنطلق يجب أن يبدأوا في تصحيح الأخطاء الكارثية التي ارتكبت ضد الجيش العراقي وبناء جيش على أسس سليمة وتكملة ما يقول الأمريكيون أنهم بدأوه بتكوين جيش عراقي وطني، وهذا طبعا لم يحدث. بما أننا ذكرنا السياسة وارتباط ربما الجيش بالسياسة وإقحامه، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور نبيل محمد سليم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بغداد. أهلا ومرحبا بك سيد محمد.
اهلا ومرحبا بك. اهلا بك. دكتور محمد، كنا نتحدث الان انا واستاذ محمود الشناوي الخبير بالشان العراقي حول ان ما هو السبب في اضعاف ربما او اخفاقات الجيش العراقي في المراحل السابقه، هل بسبب اقحامه في السياسه وضمن اجندات ربما مختلفه؟ هل تتوافق مع هذا الراي ام لديك راي اخر؟ بدون شك أي المؤسسة العسكرية عندما تقحم بالسياسة